ظن الجميع أن الليل قد انتهى، وأن المجزرة التي وقعت كانت النهاية، لكن ما لم يعلموه أن الزومبي لم يكون الخطر الحقيقي. 4 ساعات فقط كانت كافية ليبادوا جميعا دون طلقة واحدة ودون شاهد واحد. من هو هذا الرجل الذي قلب موازين البقاء؟ ولماذا بدأت الكارثة الحقيقية الآن وليس من قبل؟ وبهذه الحلقة سنكتشف ما الذي ينتظر ريو ودامي بعد مغادرة الملاذ، حين يصبح الأب هو الهدف وتتحول ابنته إلى نقطة الضعف الوحيدة في هذا العالم الميت. قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وهيا بنا نكمل أحداث الحكاية. الجميع ينظرون بدهشة وعلموا أن ما سمعوه حقيقي. الزومبي كله اختفى والسعادة غمرت قلوب الجميع. دامي أيضا مصدوم بما حدث لم يكن منطقيا، وضع عليها الخوذة وطلب منها أن تصغي إليه جيدا. إياك أن تنسي هذه الخوذة أبدا مهما حدث بما هو قادم. وقبل أن ترد خرجت القائدة تقول: في الصباح والأسباب نجهلها، تأكدنا من أن جميع الموتى بالمنطقة قد قضي عليهم. وقبل أن يحتفلوا قالت: لذلك نحن مغادرون هذا المتجر. انصدم الجميع. أكملت وقالت: قبل 3 أيام وصلتنا رسالة لاسلكية من الكتيبة الثانية، والمفترض أنها الكتيبة الوحيدة الباقية في منطقة جيونجي، والأهم أنهم قادرون على استقبال المدنيين. هل تريدوننا أن نغادر بناء على رسالة لاسلكية؟ قالت: لا داعي للقلق بشأن ذلك، فأنا أحسن من يعرف الذي أرسل الرسالة، المعروف باسم المقر الأزرق. إذا كانت هذه الرسالة منه فأنا أثق به ثقة مميعة. فهذا الهراء تريديننا أن نخاطر بالغالي والنفيس بسبب رسالة لا نعلم أصلها وصلتكم قبل 3 أيام؟ إنها تحاول إقناعهم لكنهم رافضون، حتى أنهم قالوا أن أخذ هذه القرارات الطائشة والعاطفية من شيم النساء. وقبل أن تدخل ريو وقال: أنت مخطئ، بل الموتى عائدون. سألوه: من يكون؟ قال: إذا بقينا هنا فكأنما نقدم له أنفسنا كتضحية، فهل تسمي هذا نجاح؟ بل هذا أشبه بالجلوس وانتظار الموت. سألوه إن كان سيضمن لهم النجاح، قال أنه لا يضمن لهم شيء. سألهم: إن لم تتبعوا الجنود فهل تقدرون النجاة من دونهم؟ وقعوا في حيرة من أمرهم، وفعلا اقتنعوا بكلامه، فمن دون الجنود هم هالكون. واتفقوا جميعا على مغادرة هذا المتجر. القائدة مصدومة. في لحظة ودون جهد قلب رأي الجميع، وحتى الآن ما زالت تريد فهم هذا الرجل. قال: لا شكر على واجب، أنا معتاد على إقناع الناس عندما لا تسير الأمور على هواي، وما فعلته إلا لحماية نفسي وابنتي، فإذا كان الأمر رهن يمينك يا قائدة فأثق في فلاحك. أمسكت المايك وقالت: سنبدأ الهروب من الآن، سأضمن لكل واحد منكم الخروج من هنا حيا. أخذوا الباصات وبدأوا بالتنقل. كل شيء يسير بسلاسة ولا شيء يعترض طريقهم حتى الآن. تجاوزوا نصف الطريق، وعبور النهر بعد كل هذا الوقت يشعرهم بالغرابة. قالت القائدة أن يبقوا متيقظين، فهذه ليست إلا البداية. وفعلا بدأ الزومبي يخرجون. انطلق حشد كبير نحوهم وبدأوا بتجهيز خطة. المدنيون سيذهبون مع الفريق الأول، وهم سيذهبون يسارا. أطلقوا أبوات الصودا لجلب انتباه الزومبي وبدأوا يتبعونهم. إنهم يحاولون إسراع قدر الإمكان قبل أن يفتك بهم. انطلقوا نحو الجسر المحطم، وقبل أن يصلوا للحافة غيروا المسار. الزومبي من عشوائيتهم انصدموا مع بعضهم وسقطوا من الجسر، أما الباقي منهم دهسهم ريو بالدبابة وقضي عليهم جميعا. ننتقل إلى الركاب الذين لا يعلمون ما الذي يحدث في الخارج. بينما دامي تتذكر آخر اللقاء مع والدها، لماذا عليه أن يفعل ذلك ويساعد الجنود؟ وماذا لو أدركوا شيئا غريبا فيه؟ قال لها أن لا تقلق ولن يدع أحدا يكتشف الأمر. عاد فريق القائد ودامي مصدوم إلى ريو من يقود الدبابة. أمرت القائد أن يتراجع الجميع. هناك بعض الزومبي لكن ريو قضى عليهم جميعا. أمنوا الطريق ونجحوا في مهمتهم، أوصلوا المدنيين بدون أي خسائر. مدح الضابط ريو على عمله وقال أنه لم يكن مرتاحا لوجوده، لكنه أنقذ حياتهم جميعا. رد عليه بقوله: يسرني وصولنا إلى هنا سالمين. وعندما نزلوا كان الرقيب لي إن هو ينتظرهم.
سألتهم إن كانوا يعرفونها، قالوا أنهم علموا بأمرها من الرقيب، إذ قال أن هناك ضابط عنيدة ستأتي وتجلب علينا المصائب. سألتهم عليه، إنه عند البوابة الخلفية، إذ ظهر بعض الموتى هناك. تفاجأت من ذلك، ولا سيما أنه قد ذهب بمفرده 35 دقيقة و27 ثانية. اتضح أن هذا رقم قياسي جديد للقائد الذي كان يفتك بالزومبي بالفأس ويديه العاريتين. حذروه وقالوا له أن يستخدم سلاحا بالمرة القادمة. لم يبالي بكلامهم وقال في نفسه، حين تبلغ مستوى ستدرك خفايا من أمامك جلية كوضوح النهار. بان علم قدراتهم القتالية علم اليقين. أما أنتم ستكونون بلا جدوى بقدراتكم الضعيفة. إنه مشمئز لأنه لم يظهر أحد قادر يقف إلى جانبه. ظهر زومبي خلفه ما زال فيه الروح، وقبل أن يقضي عليه قائد ظهر ريو ودهسه بالدبابة. تفاجأوا من هذا التدخل، حاول الرقيب أن يستوعب الأمر. تفاجأ من حالة ريو المشؤومة. سلم عليه ريو وقال أنه أتى رفقة القائد تشايهيري، وقبل أن ينهي كلامه هاجموا القائد وسط صدمة الجميع، وأنه كيف يمكن أن يهاجم مدنيا، لكن ريو بالفعل تصدى له. أمرهم القائد أن يسرعوا بالدخول ويرفعوا حالة التأهب القصوى. فهذا الرجل وحش بكل تأكيد. قال ريو لرقيب أن عينيه لا تنخدعان. قال لا بد لي من البقاء هنا مهما كلف الأمر، وأرى أن علي إقناعك أولا، لكن الكلام وحده لا يكفي، لذا دعني أريك أسلوبي الذي تفضله. سأريك من أكون. رد عليه قائد قائلا، أنت قلت أنك تريد أن تتعارك معي الآن، يا لها من حياة. لم أظن أنني سأقابل أحمقا مجنونا مثلك، وكيف عرفت أنني سأجد هراءك هذا مثيرا للاهتمام؟ لنجرب لأرى ما نوع الشخص الذي تقوله. وفي الجهة الأخرى ظهر إشعار الخطر مع الجنود الذين ينبهون المدنيين ويأمرونهم بالتوجه إلى الملاجئ. سألت القائد الجندي ما الذي يحدث؟ قال إنه أيضا ليس متأكدا، لكنه يرجو منهم الالتزام بالإجراءات. دخل النقيب آخر يسأل عن النقيب تشايهيري، وجه نحوه السلاح وطلب منها تفسيرا. الوحش الذي هاجم اللواء عند البوابة الخلفية للفرقة ذكر اسمك. تفاجأت من الكلام ولم تستوعب شيئا. أكمل وقال ريو من سيوك، هذا الاسم الذي قال أنه يدعى به. قولي لي من يكون ذلك الشخص، والذي حرفيا كان يهين النقيب. انصدم النقيب من قوته. لكمة واحدة فقط وحولت الجدار إلى هذا الشكل، ومع ذلك ما زلت تزعم أنك بشري. وجه له ركلة، لكن ريو اختفى بالأمام وظهر من خلفه وسط صدمة النقيب. وجه له الضربة القاضية، لكنه توقف في آخر اللحظة. غضب النقيب من تلك الفعل وأخذ الأمر كأن ريو يستهزئ به. رد عليه ريو وقالها بنفسه، إن استخدمت كامل قوتي وسينتهي بي الأمر بقتل حضرتك أيها العقيد. إنه مدرك لذلك أيضا، فعندما بدأ القتال وحتى الآن كل خلية في جسده تشعر بذلك بوضوح، ألا وهو الفارق الساحق. سأله العقيد ما الذي يريده منه، فقال إنه يرغب بالحماية. ضحك العقيد من كلامه وقال، سخافة ما بعدها سخافة، وحش مثلك يتحدث عن الحماية، عن أي حماية تهدي؟ رد عليه بلا، من يحتاج الحماية ليس أنا، ريو دامي. أرجو أن تسمح لي ولابنتي ولمن أتى معي بأن نبقى في هذه الكتيبة. إن كان ذلك ممكنا فسأفعل كل شيء من أجلكم. حل المساء والمدنيين نقلوا إلى غرفة الإيواء، لكن بعضهم ما زال يتحدث عن ما حدث في الصباح، وأن ريو وحش وليس بشريا. والذي كان ذي الحجز يتذكر الكلام بينه وبين العقيد الذي قال له أن الناس الذين جلبهم سيوفرون لهم الإيواء، لكن المشكلة أنت، كيف لنا أن نثق بشخص خطير مثلك؟ قال له العزل، إن لم تتمكنوا من الوثق بي ضعوني في زنزانة منفردة. ويقول في نفسه أنه لا يعلم كم من الوقت سيستغرق العمر، لكنه يريد أن يثبت أنه ليس خطرا. طرقت عليه ابنته من النافذة، سألها إن كانت بخير. أجابت وقالت أنها بخير، وتم إلغاء حالة الطوارئ. حتى خروجي من هنا تم بموافقة مسبقة. قال لها ريو أنه آسف، قلت أنني لن أتدخل مجددا، لكنني لم أستطع الوفاء بوعدي. طرقته في رأسه، قالت لو لم يكن بسببه لما كان هي ومن معها وصلوا إلى هنا بأمان، لذا ارفع رأسك، فمهما قال الآخرون سأظل أثق بوالدي. الوقت تأخر عليها العودة إلى اللواء، ودعته وذهبت، ولكنها بالفعل كانت مكسورة، ولكن أيضا أرادت أن تطمئن والدها. وبينما يتأمل دخل عليه جنود، لأن القائد قد طلبه.
قبل 20 دقيقة داخل محطة غوبال المدفونة تم رصد عدة إشارات حيوية لبشر أحياء بواسطة جهاز الاستشعار الصوتي. محور العملية هو التحرك السريع، لذلك نفكر في إرسال النخبة. هو أنت قلت سابقا أنك ستفعل أي شيء من أجل ابنتك، أليس كذلك؟ حطم السلاسل بكل سهولة. سألهم متى سيتحركون، أجابه أنهم سيتحركون من الآن. بتلك المنطقة تحديدا هناك أطفال ومدنيين لا حول لهم ولا قوة، عاجزين يحاولون الاختباء قدر الإمكان. وبينما هم جالسين لمح طفل شيئا في السقف، وبعد عمق النظر ظهر شيء لا يبشر بالخير. الزومبي في الأشجار والعقيد مع ريو في الماكينة المتحركة. العقيد يقول أن سبب إسراع العملية هو أمران، الأول هو انهيار السقف وإغلاق سكة المترو، الثاني هو هذا الوقت. شخص مجهول الهوية موجود في المساحة المغلقة مع اللاجئين، بمعنى آخر لا مجال للتأخير ولو لثانية واحدة. محطة غوبال لديها فتحة تهوية، التسلل عبر فتحة التهوية إلى تحت الأرض وإنقاذ اللاجئين بسرعة، هذا هو جوهر العملية. وكل شيء معد ليكون جاهزا. أجابه ريو بلا، العملية ستفشل. سأله بما الذي يعنيه، أكمل كلامه، عملية الإنقاذ محطة غوبال رغم أن توقيت البداية كان مختلفا قليلا، كانت الحادثة نفسها تتكرر في كل مرة. لكن حتى الآن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم هو ولا شخص واحد. بالناحية الأخرى المدنيون يجدون أنفسهم معلقين رأسا على عقب شباك عنكبوت. لم يستوعب أحد ما الذي يحدث. الأم من الصدمة والاهتزاز سقطت على الأرض تنادي بابنها، لكن لا أثر له. إنها تسأل لكن كل شخص يريد فك نفسه. ظهرت العجوز أمام الشاب، أصابه التوتر وفجأة انقلبت وابتلعت رأسه. صدمة من كل المقاييس. سقط متحولا لزومبي ولم يكن أمامهم سوى الهرب. سمعت الأم صوت ابنتها قادما من النفق المظلم وغيرت المسار بلا مبالاة. تبعت الصوت حتى وصلت ووجدته مسخا يقتل بلا أي رحمة، وكان هذا آخر ما كانت تتوقعه. أمسك بها بدون مقاومة ليبتلعها، وبوم حدث انفجار في المكان. نعم يا سادة، إنه ريو ملك الأزمات. فيا ترى هل سيتمكن من إنقاذ الجميع أم سيفشل في المهمة؟ انتظرونا بأجزاء أخرى من حكاية ريو، وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ودمتم بأمان الله.